في مكان النجم الكبير الذي لا يعوض انه كريستيانو رونالدو. بداية للامام، كرة خطيرة وجول. جول من البداية، من البداية غاب الدون وغاب كريم بنزيما، لكن موجود جاريث بيل. ارتقاء خيالي وكرة في منتهى الجمال، وريال مدريد ما مرت الدقيقة الثانية إلا وسجل الهدف الأول. هذا الكبير العام الماضي في هذا الملعب فاز بهدف نظيف سجله جاريث بيل، وفي هذه العودة مرة أخرى جاريث بيل يضع الكرة بهذه الجودة العالية الممتازة، وبالتالي يسجل جاريث بيل ويعطي ريال مدريد التقدم الآن في ملعب أنويتا ستاديوم في البداية الأولى. يا لها من بداية لريال مدريد، يا لها من بداية للفريق الملكي يتقدم الآن. طبعا ريال مدريد العمنا محاصر متابع في الكرة الماضية، مع ذلك يجد الحلول، يتقدم في الكرة الماضية ويسدد والكرة بتضيع. كرة خطيرة جدا، لكن صنع لنفسه كرة من لا شيء، من العدم صنع لنفسه كرة في ظل الرقابة الفردية ما بين اثنين من المدافعين. مر بصورة جميلة، تقدم للأمام، وبعد ذلك وصل لملاقاة حارس المرمى. اختار الصعب في اعتقادي لأن الزميل كان موجود، يعني هو لو جاء، لكن كرة من ضربة ركنية عالية وللأمام. ابعاد الكرة الماضية، كرة تبعد وتصل الآن لأسينسيو. محاولة المرور فريق ريال مدريد إذا استمر كذلك في مسيرة سوسيداد، وفي انطلاقة من مارسيلو، كرة باتجاه موراتا في المكان السليم، التسديدة قوية والكرة من توني كروس حارس المرمى الأرجنتيني روي يبعدها إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية. مثل ما قلت لو استمرت الامور كذلك مسألة ان يضيف ريال مدريد هدفا ثانيا وربما ثالثا فهذه متوقعة جدا، قياسا للاداء، قياسا للسيطرة الميدانية، وقياسا كذلك الى كم الضربات الركنية الموجودة الان. في ضربة ركنية هي الثانية في المباراة لريال مدريد، والابعاد ياتي من المدافعين والتسديدة القوية من مارسيلو. هذا اللاعب الحاضر في مباراة اليوم بالقميص رقم 17 سوروتوسا خلص الفائق، وهذه خطيرة، فرصة، الفرصة المتاحة لريال سوسيداد من يارا مندي بتضيع. هو مرر ولو سدد لربما كانت اكثر خطورة، لكن فكر فيها زميل، وكرة موجودة وخطأ لريال مدريد، خطأ لريال مدريد لألفارو موراتا. يارا مندي واجه حارس المرمى كاسيا. شوف الكرة جميلة جدا هنا، لو سدد في اعتقادي لربما كانت اخطر وافضل، ولكنه فكر فيها زميل اخواني اللي ما كان او كان متاخر بعض الشيء. والكرة الماضية بتخوف زيدان، الكرة الماضية بتخوف زيدان، لكن الان لدينا ضربة حرة مباشرة موجودة لفريق ريال مدريد. 31 دقيقة مرت على وانقضت على زمن الشوط الأول عزيزي المشاهد، والضربة الحرة المباشرة موجودة. هذه لو كان كريستيانو رونالدو موجود لكانت طبعا هو الاختصاصي الأول، لكن ضربة حرة مباشرة وعالية وللأمام، وهذه خطيرة. والكرة محاولة مرور تبدو ناجحة في المرة الأولى والثانية عن طريق كوفاتشيتش. يا سلام، مرور جميل، وهذه خطيرة، والفرصة التصدي ممتاز من حارس المرمى، لكن عمل كبير، عمل جميل من جانب باداركو كوفاتشيتش في الكرة الماضية. هذه محاولة قائمة الآن، شايف الانذارات، انذار في المباراة على اويارسابال. ميكيل شاب صغير 19 سنة، خبرة الميدانية قليلة طبعا، ولكنه متحمس في بداية الليغا امام فريق كبير بقيمة ريال مدريد. هذه محاولة من جانب مارسيلو، الأولوية للليغا الإسبانية. محاولة جميلة، كرة استقبال جميل، هذه هدف، هذه هدف، هذه هدف، هذه جول، جول. هذا راؤول الجديد، هذا راؤول غونزاليز جديد في مدريد، يسجل بطريقة راؤول،
ويفرح بطريقة راؤول. إنه راؤول جونزاليس جديد في الفريق الملكي، لكن الله على الاستقبال. المفروض والله الآن يطرش رسالة بيريز لنادال ويشكره على التوصية، لكن اللعيب هدف حقيقة. ما تقول هذا لاعب قليل الخبرة، لاعب يلعب للفريق الملكي، يسدد ويسجل بطريقة في غاية الذكاء، ويتقدم الآن ريال مدريد بهدفين نظيفين. واعتقد أن المشوار أصبح مفروشا بالورود البيضاء للفريق الملكي لأن يستمر. كان آخر وتوظيف آخر لهذا الموهوب الشاب الممتاز. بالفعل هنا محاولة كرة خطيرة، وهذه فرصة وكرة بتضيع، لكن لا زالت قائمة لفريق ريال سوسيداد. الفرصة بتضيع بالفعل، وكرة كانت خطيرة جدا لتقليص الفارق في الكرة الماضية. وصافرة تحتسب الآن، في صافرات تأتي من المدرجات طبعا من جانب جماهير ريال سوسيداد بعد لعبة كانت خطيرة، والعرضية المثالية في الكرات الماضية من جانب اللاعب سورو توسا في الكرات الماضية، لكن مرت من أمام خوانمي. وهنا محاولة توني كروس. لاحظ المساحات الموجودة الآن، والفارو موراتا مرور جميل، التسديدة، التصدي، هذه خطيرة. أوه، فرصة هدف ثالث بتضيع من توني كروس، لكن عمل كبير يقوم به في اللحظات الماضية الفارو موراتا، وكاد أن يسجل، لكن الكرة عادت وسددها بعد ذلك توني كروس، وأيضا ارتدت من العارضة، وبالتالي بتضيع فرصة هدف ثالث لريال مدريد في الشوط الثاني من هذه المباراة. نسبة التسديدات أيضا نسبة كبيرة في هذه المباراة، 12 لريال مدريد، محاولتين فقط لريال سوسيداد، وسوسيداد في الطريق لأن يجري التبديل القادم في قادم اللحظات. متأخر بهدفين، ويبحث بالتالي المدرب السيد عن حلول، وسيدخل البرازيلي ويليام جوزيه. لاحظ الكرة الماضية اللي فيها مرور من جانب طبعا توني كروس في المرة الأولى، وبعد ذلك حاول بالفعل الفارو موراتا مباشرة في تركيز كبير. الحارس الأرجنتيني موجود، التسديدة اصطدت في الكرة الماضية وقوية جدا، والتصدي ممتاز. التصدي من حارس المرمى روي، حارس المرمى الأرجنتيني، وكرة كوفاتشيتش. شوف الكرواتي، هذه الكرة الماضية من سيرخيو راموس، وهذه الأقوى اللي كانت، والتصدي ممتاز. التصدي بوضعية الطيران لحارس المرمى بالفعل يبعد الكرة الماضية، وبالتالي الكرة إلى ضربة ركنية لفريق ريال مدريد. الركنية السادسة في المباراة والخامسة لريال مدريد، ومحاولة تبعد الآن وتعود إلى كارفاخال عن طريق فاسكيز. هذه خطيرة، العرضية موجودة أيضا من توني كروس، ولدينا ضربة ركنية مرة أخرى. شايف موراتا ينتظر الآن، يترقب. حكم المباراة يتحدث الآن مع بعض اللاعبين، لأن يحدث في الكرات الثابتة والركنيات الشد والجذب ما بين المدافعين والمهاجمين. هذا يحدث ليس فقط في هذه المباراة، وإنما يحدث في جميع المباريات. والحديث بين حارس المرمى الأرجنتيني وبين الفارو موراتا، والضربة الركنية مرة أخرى لفريق ريال مدريد. عالية وللأمام من ضربة ركنية خطيرة كانت ولا زالت، وتبعد الآن وتعود إلى كوفاتشيتش. مباراة ممتازة للأمانة يقدمها الكرواتي. الأمور تقريبا في اعتقادي حسمت. 7 دقائق أخيرة، ما في تسلل، في مرتدة، في سريعة، هذه خطيرة. فرصة الآن، والتصدي من مارسيلو. التصدي من مارسيلو في الكرة الماضية. نعم، مارسيلو في الكرة الماضية يبعد الكرة، وكانت خطيرة جدا، وكاد سوسيداد أن يقلص الفارق في الكرة الماضية بعد المرور، بعد التقدم للأمام، ومن جانب الشاب أويار سابال، ميكيل أويار
اويارسابال 19 سنة تقدم بصورة جميلة، لكن الأجمل كان مارسيلو. الأجمل كان مارسيلو. شوف مارسيلو، شوف مدافع وعند الحلول الهجومية، وعندما تتأزم المواقف الهجومية يأتيك بحلول غير متوقعة. هذا هو اللاعب الشامل في كرة القدم. علاج حارس المرمى الإسباني كيكو كاسيا. المباراة الأولى في الليغا كانت بقميص إسبانيول ضد بلد الوليد في 2009، خسر فريقه بهدف لهدفين، ولكنها كانت المباراة الأولى بالنسبة له في الليغا. لكن المباراة الأولى مع ريال مدريد كانت ضد فريق لاس بالماس في الموسم الماضي. والكرة إلى ضربة ركنية الآن عالية وللأمام، تبعد، لا زالت لي سوسيداد. هنا محاولة بالفعل عالية وبالراس، وهذه خطيرة، والمحاولات مستمرة. تبعد من جانب ايضا كاسيميرو، وتصل الماضي اللي كانت قوية. هذه فرصة، هدف ثالث، هدف ثالث، هدف ثالث، هدف ثالث من جاريث بيل، هدف ثالث من جاريث بيل، وبالتالي الامور انتهت. 3 أهداف و3 نقاط، وشباك الريال لم تهتز. يا لها من بداية، يا لها من بداية. طبعا انتهت المباراة وصفر حكم المباراة ايضا وانهى الامور، وبالتالي ريال مدريد يعود في الجولة الاولى خارج ارضه. هذه التمريرة جميلة جدا، السريعة كذلك للامام، وبالتالي هدف ثالث. ايها السيدات والسادة، مبروك لعشاق ريال مدريد، وبالتالي الفوز الاول في المباراة الاولى. حظا اوفر ايضا لمحبي ريال سوسيداد، وليغا مشتعلة بالفعل منذ الجولة الاولى في هذه البطولة. بعد الفاصل